مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم من قلب العش. القناة اللي بنهتم فيها بكل ما يخص تربية الطيور من الف للياء. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا لأي حد بيربي جميع الطيور، حمام، رومي، فراخ، كتاكيت، سواء كان مبتدئ او محترف، وهو طرق الوقاية لحماية الطيور من الأمراض والمشاكل اللي ممكن تواجهها اليومين دول، بخصوصا في الجو ده، جو حر، فلازم يبقى فيه وقاية على طول دايما. الوقاية دي أحسن من العلاج، ولو عرفت تحافظ على نظافة المكان وتوفر الحمام أو الطيور عامة بيئة صحية، هتوفر على نفسك تعب وفلوس كتير. تابع معايا الفيديو للنهاية عشان تعرف أهم النصايح والخطوات اللي لازم تمشي عليها تحافظ على سلامة حمامك وتخليك دايما في أحسن صحة. ده معانا جردل. الجردل ده فيه لتر ونص. هنحط لهم النهاردة السرنجة دي 2.5 سنتي، هنحط منها 5 سنتي على اللتر ونص مية. تابعوا معانا وهنقول لكم بالظبط العلاج ايه هو. ده طبعا دي مية طبعا من الحنفية. لازم طبعا نشطف الجردل ده كويس جدا علشان خاطر ما يكونش فيه اي وساخة في الجردل. دي كده تاني كمية بنحطها كده 5 سنتي من الدواء اللي احنا هنحطه ده. ولازم طبعا نمسح السرنجة كويس عشان ما يكونش فيها مثلا دواء مترسب في السرنجة. هنا هنقلب طبعا الدواء جوه المية عشان يدوب جوه المية وما يتركمش تحت. طبعا الدواء ده بنعمله مثلا في الاسبوع مرة او مرتين، يبقى كده كل اسبوع مثلا. الدواء ده امبيولنت، ده محفز مناعة قوي جدا للطيور. بيساعد اللي هم يعني ما يتعبوش مثلا في الجو، اذا كان مثلا في اللي جوه العش مثلا بتاعهم اي حاجة مثلا بتضايقهم، تمام، دي بتمنعهم من الامراض. وطبعا يعني اهم حاجة برضو النظافة من كل ده. وده معانا قص حضان، لسه دلوقتي حط لهم اكل. ودلوقتي هنحط لهم المية، هنشوف بس كده هيشربوا ولا لأ عشان هم خايفين من الكاميرا. طبعا الدكر ده اول لما شاف المية نزل يشرب على طول. طبعا الزغلول ده طبعا يعني ميت من الجوع وعايز ياكل طبعا، وعايز يشرب مع ابوه جوه مسقة المية. احنا قفلنا كده، هنحاول برضو نقفل كمان شوية القفص عشان خاطر برضو ايه لو هما مثلا يعرفوا ياكلوا مثلا ولا حاجة، عشان ما يكونش خايف من الكاميرا. دلوقتي بنظبط له المسقة عشان خاطر كمان يعرف يشرب، لان انا شفت دلوقتي ما كانش عارف يشرب في المسقة كويس يعني. طبعا الزغلول ده يعني مستني ابوه يشرب برضه عشان خاطر ياكله. الزغلول لسه برضه بيلقط كده، يعني يا دوبك بيلقط حاجات لسه بسيطة، لانه لما بيجوع الزغلول لازم يلقط لوحده، ده عشان كده يعرف يتعود ياكل لوحده وكده. طبعا النقط اللي احنا المفروض نتكلم عنها، اللي احنا يعني نهتم بالنظافة جدا. لازم السلاكة او الغية تكون نظيفة جدا، ننضف الارضيات كل يوم او يومين. طبعا الواحد لازم يشيل الفضلات بتاعتهم برضو، يعني كل يومين 3 4 ايام. في نقطة برضو التهوية دي طبعا يعني مهمة جدا. التهوية دي يعني لازم يكون الهواء اللي بيدخل نضيف للعش عشان الرطوبة والحرارة متراكمش جوه العش. في برضو حاجات تانية، في المية لازم تبقى نضيفة. ما نسيبش الأكل مكشوف علشان ما يتلوث. ندي برضو فيتامينات، خل التفاح مرة أو مرتين في الأسبوع عشان المناعة. لازم طبعا لو في أي فرد لازم طبعا تعبان لازم نعزله. طبعا الزغلول اهو ابوه وهو بياكله مش سايبه، عمال يضرب فيه عشان ياكله برضه، يعني الزغلول جعان طبعا. دي طبعا النتاية دي قاعدة على حصى، وبرضه بتساعد الذكر في زق الزغلول الصغير. طبعا زي ما انتوا شايفين اهو الذكر حنين، ولسه طبعا حاطين المية، شرب من المية اللي احنا حاطين فيه لسه فيها العلاج.
طبعا لو اهتمينا بالنصايح دي ان شاء الله الحمام هيكون بصحة كويسة، هيكبر وينتج معاك كويس. ربنا يبارك ويرزق طبعا الجميع. طبعا اي زغلول ابوه او امه بياكلوه لازم يرفرف بجناحه، لانه فرحان اللي هو بياكل، عشان يلاقي حد برضه مهتم بيه. بس برضه في السن ده المفروض يكون برضه الزغلول بيلقط كده عشان يعرف يعتمد على نفسه بدون ال الاب والام. هنا طبعا الزغلول بيقول له برضه لازم تاكلني، يعني لازم تاكلني، لان هو يعني جعان. طبعا الحمل لما بيجوع لازم يعني يلف على الذكر او النتاية عشان ياكله. ودي طبعا من امتع اللحظات اللي الواحد بيحب يشوفها في العش بتاعه، والحاجة بتكبر قدامه كده، فدي يعني من احلى الحاجات اللي الواحد بيشوفها في يومه، وبتخليه حابب يكمل في الهواية الجميلة دي. وطبعا لو التزمنا بالنصايح دي ان شاء الله طيورك هتكون في صحة كويسة، وهتكبر وهتنتج معاك كويس. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك، تشترك في القناة عشان نوصل فيديوهاتنا الجاية عن تربية الطيور والنصايح المهمة اللي هتساعدنا في الهواية الجميلة دي. سلام.